السلام عليكم يا محترمين. النهاردة هنكمل معاكم تفاصيل قضية ريتال خالد، البنت اللي عندها 10 سنين واللي كانت حديث الناس والسوشيال ميديا الأيام اللي فاتت. الناس كلها كانت متعاطفة مع الطفلة وبتقول بنت وقعت من الدور الخامس ونجت بأعجوبة، بس الحقيقة طلعت غير كده تماما. الموضوع بدأ إزاي؟ بدأت القصة من حوالي 17 يوم لما الناس اتفجرت بحكاية الطفلة ريتال من دمياط، اللي فجأة لقينا صورها على النت ووراها كلام بيقول إنها كانت بتجري من راجل غريب ووقعت من فوق واتأذت. بس اللي حصل بعد كده قلب الموضوع. ظهر شاهد جديد اسمه خالد، فنان ومنصات كتير شكرته لأنه قال كلمة حق. الشاهد ده قال أنا شفت بعيني البنت ما فيهاش حاجة، بتاكل وبتشرب وما فيهاش إصابات خالص إلا نقطة دم بسيطة في عينها، يعني ما فيش لا كسر ولا عملية زي ما قالوا. طيب نرجع تاني للأب والأم وليلى. الأب اللي اسمه خالد رمزي ظهر واتكلم وقال إن بنته اتعرضت للتحرش، ودي كانت الصدمة اللي خلت الكل يتعاطف. بس لما بدأ التحقيق لقينا حاجات غريبة. الأم طلعوا منفصلة عن الأب من 10 سنين ومتجوزة واحد تاني، وقالت في البرامج إنها كانت في البيت وقت الحادث وإنها اللي جهزت ريتال وحطت لها ميك اب كأنها رايحة فرح. طيب إزاي ده حصل وهي أصلاً سايبة البيت؟ الشاهد قال إن الأب مدمن مخدرات، وده مش كلام جرايد، ده كلام أهل قريتهم في قرية الشعراء دمياط. وفوق ده الأب بدأ يهدد الشاهد، قال له بالحرف لو فتح بقك هتشوف مني اللي عمرك ما شفته. والشاهد بيقول إن البنت كانت بتحاول تنتحر قبل كده مرتين، يعني في ضغط نفسي رهيب عليها جوه البيت. من مين؟ من الأم؟ من الأب؟ من العمة؟ مين فيهم اللي ضغط عليها بالشكل ده؟ في كاميرا موجودة قصاد المدرسة الصنايع اللي المفروض ريتال خرجت منها قبل الحادث. طيب ليه لحد دلوقتي مفيش تفريغ رسمي؟ فين بيان النيابة العامة؟ وليه القضية لسه ماشية بالرغي والبوستات مش بالأدلة والتحقيقات؟ النهاردة بنقولها بكل صراحة، في كذب واضح من أهل ريتال. الأم متجوزة من ورا الكل، والأب عنده سوابق وتهديدات، والبنت محروق في النص. في لعبة معمولة علشان تركب على الترند، لكن الحقيقة بدأت تظهر والناس لازم تعرف. لو انت متابع قضية ريتال خالد الطفلة اللي قالوا ورعت من الدور الخامس وعايز تعرف الحقيقة اللي ورا الصورة، تابعنا كل يوم. ما تنساش اللايك لأنه بيفرق في انتشار الفيديو، وسيب لنا تعليقك. هل شايف ان دي محاولة نصب على تعاطف الناس ولا فعلا البنت كانت في خطر؟ أنا جهاد كريم، ودي كانت قضية من قلب الناس. استنونا في الجزء الجاي، وسلام.